بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنعمل النهارده ان شاء الله سمك الفيليه بالزبده، مش هنعمله مقلي في الزيت. هنجيب كده سمك الفيليه الفريش وهنقطعه مكعبات كبيره بالشكل ده. ويفضل طبعا في الوصفه دي السمك الفريش، لان المجمد بيبقى فيه نسبه سوائل عاليه. معانا هنا معلقة صغيرة من الكزبرة والكمون والبابريكا، وممكن نحط شطة، ممكن نحط برضو معلقة فلفل صغيرة. هنحط معلقتين زيت ومعلقة كبيرة من المستردة ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم. هنظبط بقى الملح، دي معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، وحوالي نص ليمونة بالشكل ده. هنقلب بقى التتبيلة دي كلها كويس جدا. هنضيفها بقى على السمك الفيليه وهنتبله. يفضل في الأسماك والمأكولات البحرية ما نتبلهاش فترة طويلة، يعني مجرد ان احنا ما نتبل كده بنبدأ نشتغل على طول. معانا هنا طاسة نحط فيها معلقة زيت ومكعب زبدة صغير. هنبدأ بقى نحط قطع السمك بالشكل ده، وتكون طبعا النار يعني حامية. احنا عايزين السمك ياخد صدمة وياخد لون، وهو طبعا السمك الفيليه مش بياخد وقت في السوا خالص، يعني تقريبا 3 دقايق من كل ناحية بيكون استوى تماما بالشكل ده. نقلبه بقى مجرد كده ما ياخد لون نقلبه على طول الناحية التانية. طبعا التتبيلة بصراحة ريحتها تحفة. هنا دي نص كوباية مية على معلقة صغيرة من النشا، هنقلبهم كده كويس مع بعض. كده السمك تقريبا استوى. هنرفعه بقى كده من الطاسة، يعني بالظبط بياخد حوالي 5 دقايق، مش اكتر من كده. في نفس الطاسة هنحط مكعب صغير من الزبدة، وهنقلب بقى كده معلقة توم صغيرة مفرومة، وناخد كل الحاجات اللي موجودة في الطاسة نقلبها كده معانا. دي مكعبات فلفل أحمر صغيرة، ممكن برضو هريسة فلفل اللي موجودة عندك. هنقلب بقى كده كويس قوي بالشكل ده. معلش الكاميرا بس البخار أثر عليها شوية وأنا مخدتش بالي. هنحط هنا النشا بالمية ويدوبك غلوة واحدة، ونحط فيها السمك على طول ورشة كده بقدونس أو شبت. كده خلاص السمك يعتبر مش بنسويه يعني في الخلطة، يعني هو بيبقى مستوي أساسا. مجرد تقليبة واحدة كده بس، كده بقى جاهز. بجد الطريقة دي هتعجبكم قوي، خفيفة كده والسمك حلو قوي، الطعم كمان مميز جدا. يا ريت بقى تجربوا وصفة النهاردة، وما تنسوش بقى الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله مني كل جديد. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.